اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل كشري مصري. انا هنا بقى جبت عدس بجبة كده سلقته، وده رز غسلته كده ونقعته، ومعايا شعرية بقى ومكرونة، وهنا بصل خرطته وتوم وطماطم. وهنروح بقى ايه نسمي الله كده على البوتاجاز. هنزل بقى ايه حطيت حبة زيت حلوين كده، هنزل بقى بالبصل كده اللي انا مخرطاه ده. الحلة سخنة والزيت سخن. هنزل بقى بالبصل كله كده ايه، وهحط عليه بس ايه رشة ملح كده. رشة الملح دي عشان تخلي لونه واحد كده. اديله بقى تقليبة كده، وهسيبه بقى ايه لما ايه يوصل لدرجة اللون ايه هيصفر كده اهو ايدي فيه بقى طبعا ايه كل شوية اقلبه كده. يعني ما اسيبهوش بقى وامشي بعيد عنه، لا كل شوية اقلبه اهو. ودول ايه معلقة خل واحدة. لما يوصل للدرجة دي كده بحط معلقة خل، بتخليه بقى ايه مقرمش وجميل، بيبقى طعمه زي العسل. اقلب بقى فيه شوية كده اهو لحد ما يوصل للدرجة دي. هطلعه بقى ايه على مصفى كده. ده اول حاجة انا بعملها. يعني هو والعدس اول حاجة انا بعمله. هسلق بقى ايه المكرونة كده. وهنا بقى هنحمر بقى الشعرية كده ايه عشان نعمل بقى ايه الرز كده، وهنعمل برضو الصلصة كله ايه مع بعضه كده. حطيت هنا مكان حبة زيت مكان البصل كده اللي انا صفيته. وهنزل بقى بالتومة كده، هخليها ذهبي كده. هنزل بحتة هريسة شطة كده عليها. وصلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وهنزل برضو بمعلقة خل كبيرة كده، معلقة الاكل دي مليانة كده. وهنزل بقى بالطماطم. طبعا الكمية اللي انتوا عايزينها، كل واحد حسب يعني ما بياكل ايه. هنا بقى خلاص الشعرية بقت لونها ذهبي حلو كده. هنزل بقى بالرز كده ايه اشوحه كويس. برضو لو انتوا مش عايزين تسلقوا المكرونة وتسلقوا العدس وتعملوا كله على بعضه من الاول، انقعوا العدس واعملوه ايه على بعضه كله. يعني من الاول خالص ني كله، والمكرونة برضو. بس انا بحب الطريقة دي اكتر يعني. هيبقى برضو كله في حلة واحدة كده. اقلب بقى كده كويس كده اشوحه حلو. هنزل بقى بمعلقة ملح كده، ومعلقة خل. معلقة الخل دي بتخليه مفرفر كده ويتبدر بالحباية. وهنزل بقى بالمية السخنة المغلية. وصلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وبصوا كان حبة كشري زي العسل. اهو خلاص بقى ايه هسيبه بقى ايه يتشرب كده الرز مع الشعرية كده. يتشربوا حلو كده. هنزل بقى هنا بحبة فلفل اسود، وحبة خل وحبة ملح وحبة سكر. يعني ايه التوابل اللي بتحبوها حطوها. بس انا مش بحط الا التوابل دي بس على صلصة الكشري. اهو خلاص بقى استوى الرز كده خلاص، استوى كده وبقى مظبوط. هنزل بقى ايه بالعدس كده والمكرونة. انا طبعا مش سلقاها جامد، انا مخليها فيها تكة كده بسيطة. هقلبهم بقى كده ايه حلو كده، ياخدوا لهم ايه يعني ايه شوية 5 دقايق كده على النار. هقلبهم كلهم في بعض كده، وهنزل بس ايه 5 دقايق كده على النار. واحط رشة فلفل اسود على على الرز. بتخلي الرز طعمه حلو. هسيبه بقى ايه يتشرب كده ايه مع نفسه كده، هو خلاص شرب ميته وكله، بس يعني ايه ياخد من بعضه كده. قلبت اهو حلو. هغطي بقى عليه 5 دقايق بس كده وخلاص. كده بيبقى سهل وما بياخدش وقت وبسيط. ودي الصلصة برضو خلاص اهي. لو انتوا بقى عايزين تعملوا الدقة بصوا البصل بقى مقرمش وجميل. عايزين تعملوا الدقة اللي هي البيضة دي عادي اعملوها. بس انا ولادي مش بيحبوها. حبة بصل والله كانوا زي العسل. اهو بقى ده كان الكشري بتاعنا. وده كان غدانا النهارده. وما تنسوناش بقى بالاشتراك اللي مش مشترك لو عجبكم الفيديو، واللايك بتاعكم جميل، وكومنت حلو منكم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.